ان انت لو حياتك مرتبطه بوقت ان تايم موجود على دراعك، هتعرف ازاي تستغلهم صح. اهدار الوقت او ضياع الوقت مذموم شرعا وبشده في الاسلام، او مذموم ومكروه. واهدار الوقت اشد من الموت، لان قال ابن القيم ان اضاعه الوقت اشد من الموت، لان ده بيقطعك عن ربنا، بينما الموت يقطعك عن الدنيا، وهي من علامات الفتن وخساره. وليه الوقت مهم؟ لان الوقت هو رصيدك انت كانسان في الحياه، وهو ده الميزانيه بتاعتك، ان انت كل دقيقه تعرف ازاي تستغلها صح، وهي بتمثل عمر يتناقص منك لا اكتر ولا اقل. وده انت محتاجه علشان خاطر تحقق عبادة ربنا عز وجل. يعني عكس الكلام ده هو ضياع الوقت، هو تأثير في الواجبات الدينية والدنيوية اللي عليك. ولو انت وصلت للجزء ده من الفيديو، انا مش هطلب منك لايك لان ده هيبقى على حسب تقييمك للمحتوى، بس هطلب منك شير عشان الدال على الخير كفاعله. ربنا عز وجل بيقول لك: يا ايها الذين امنوا لا تهلكوا اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وربنا عز وجل بيقول لك: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا عز وجل بيقول لك: فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. وربنا عز وجل بيقول لك: والاخره خير وابقى. خلي نيتك طيبه لربنا عز وجل فيما تعمل، وحافظ على وقتك، لان هو ده الاستثمار الحقيقي في دنيتك عشان خاطر اخرتك. ربنا عز وجل بيقول لك: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يا سيدي الفاضل، الوقت اللي انت بتضيعه طول اليوم، اقعد مع نفسك، هات ورقة وقلم، شيل من يومك 10 ساعات عبارة عن نوم وراحة، شوف بتشتغل قد ايه، والوقت اللي هيطلع فاضي لو عملوا معاك 8 ساعات، لو عايز تقضي نصهم لعب يبقى قضي نصهم عبادة وتسبيح. انا عن نفسي رحت اشتريت سبحة ب15 جنيه، طول ما انا ماشي في المواصلات او في الطريق او في الشارع بسبح بيها. انا عن نفسي بصحى الصبح بقعد ربع ساعة اقول اذكار لربنا عز وجل. حاول تعمل زي الصالحين اللي انا اتمنى اكون واحد منهم. حافظ على وقتك لاخرتك لا اكتر ولا اقل. صلي على سيدنا محمد.